في ناس بتعيش كل يوم بألم مش باين، وجع في الجسم كله، إرهاق مستمر، نوم متقطع، مخهم مش مركز، وطبعا النفسية في الضياع. وبيقعدوا يشتكوا إن الناس بتشوفهم بتقول لهم مالكم، ما انتوا كويسين اهو. ممكن يكون اكتئاب، لكن الحقيقة إنهم بيعانوا من حاجة اسمها فيبروميالجيا. اسم غريب بس بيسبب لأصحابه معاناة يومية صعبة جدا. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنتكلم عن مرض غريب جدا اسمه الفيبروميالجيا. الفيبروميالجيا مش مرض عضوي واضح بيبان في الأشعة والتحاليل، لكن ده اضطراب مزمن بيسبب ألم في الجسم كله. يعني الجهاز العصبي بيفهم أي إحساس عادي على إنه ألم بشع جدا. طب ايه اللي بيحصل؟ المخ بيفقد قدرته على تنظيم الإشارات العصبية، فحتى أقل وجع أو أقل لمسة بسيطة بتتحول لألم فظيع جدا. وده مش بيبقى منطبق على الألم بس، لا، ده منطبق على إن أنا لو حتى طلعت السلم، لو حتى قلقت شوية، ده كله بيترجم لألم. فالموضوع مش مجرد أوجاع، دي حالة بتمس الجسم والعقل وكمان النفسية، وليها أعراض كتير مزعجة جدا. وجع شديد بيتنقل من المفاصل والعضلات، إحساس دايم بالإرهاق حتى لو أنت نمت 8 ساعات، صداع شديد ومزمن، اضطرابات كتير قوي في النوم، مشاكل في التركيز وفي الذاكرة. وده بيخلي الناس تسمي المرض ده ضباب الدماغ. لا، ومش بس كده، ده بيعمل اضطرابات كبيرة قوي في المعدة وفي القولون، بيعمل تقلبات مزاجية ممكن توصل للاكتئاب أو القلق، وبيسبب حساسية شديدة قدام الضوء القوي أو الصوت العالي أو الروائح النفاذة. يعني تخيل الجسم كله بيفقد توازنه، وكل ده يا أخي من غير سبب. فتخيل المعاناة اللي عنده المرض ده بيعاني منها. طيب مين أصلا ممكن يصاب بالمرض ده؟ الستات هم أكثر عرضة للإصابة بالمرض ده، وخصوصا ما بين ال 30 سنة وال 50 سنة. والرجال كمان ممكن يصابوا بيه، بس بيحصل بشكل أقل. الفيبروميالجيا برضو ساعات بتحصل بعد عملية جراحية أو حادثة أو صدمة نفسية كبيرة قوي، أو عدوى شديدة، أو ضغط نفسي وعصبي شديد جدا، زي فقدان شخص غالي أو طلاق. وساعات كمان بيجي بالتدريج وبدون أي سبب واضح. بس الكارثة الكبيرة إن مفيش تحليل أو إشاعة يقدر يقولك إن أنت عندك المرض. كل التحاليل ممكن تطلع سليمة 100%، والدكتور بيفضل محتار وبيفضل يستبعد كل الأمراض الممكنة لحد ما بنوصل لإن أنت عندك فيبروميالجيا. طيب هل في علاج؟ للأسف مفيش علاج نهائي للمرض، لكن في طرق مختلفة ممكن تسهل شوية الحياة على الناس، زي الأدوية المضادة للاكتئاب ومسكنات، وخصوصا مسكنات الأعصاب. تنظيم النوم بشكل ثابت، لازم يبقى في مواعيد ثابته، ولازم يكون النوم مريح. وممكن كمان يبقى في رياضه خفيفه زي المشي او اليوجا، عشان ده بيهدي الجسم شويه وبيخلي الدوره الدمويه تشتغل احسن. وكمان جلسات العلاج النفسي، علشان المرض ده بيخلي الاعصاب تتوتر، ولما بتتوتر الالم بيزيد. وطبعا تقليل الكافيين والمنبهات. واكيد لازم يبقى في اكل صحي. في ناس كتير صحتها بتتحسن شويه مع الاكل الصحي، اللي هي ما بتقطع سكر، بتقلل السكريات وبتقلل الدهون والحاجات دي. والاهم لازم يكون في دعم من الاشخاص القريبين منك. فلازم نكون عارفين ان في ناس كتير قوي بتعيش سنين من الالم وهي مش فاهمه هي مالها، وبتقعد تلف على دكاتره كتير، والناس بتقعد تقول لها ممكن يكون اكتئاب، ممكن يكون توتر، ممكن يكون قلق. بس الحقيقه ان الفيبروميالجيا مرض صعب ومزمن. واخر حاجه حابه اقولها ان الفيبروميالجيا مش حكم بالاعدام، هي تحدي بيواجه الاشخاص دول كل يوم، بس اللي يقدر يتاقلم معاها ويفهمها هيقدر يكمل حياته. وكده نكون وصلنا لاخر حلقتنا، واستنونا في اللي جاي. مع السلامه.